عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا كتير 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 كتير. صحينا النهارده الصبح لقيت ابو عمر مفيش وراه شغل. تسكتي يا ام عمر؟ ابدا والله ما اسكت. خدت ابو عمر ورحنا على القنطره دي بتاعت السمك عندنا اللي بنجيب منها السمك. جبنا ايه، تعالوا شوفوا معانا كده. لقينا السردينه جميله. انا من ساعه ما صحيت الصبح وانا مصممه اقول له نفسي راحه للسردينه، نفسي راحه للسردينه. بصوا السردينه وجمالها. عايزه اقول لكم النور مقطوع على فكره، مفيش نور. العرق دوت احنا ميتين، مفيش نور خالص. هو الشباك مفتوح بس. بصوا جمالها ب 100 جنيه السردينه دي النهارده. بس بصراحه هي شكلها يسوى ال 100 جنيه. سما ملهاش في السردين. جبت لها السمكه الجباره ديت. لسه طبعا هتتنضف وهتتغسل في انتظار النور يجي. هبت فكره مجنونه النهارده ان احنا مش هنطبخ في المطبخ بتاعنا اول طبخه. احنا طبعا ما طبخناش لسه في البيت الجديد، هنطبخ. يا ماما تابعونا كده وخليكم معانا لما نطلع فوق. بس ان شاء الله لما النور يجي، وبعد ما النور يجي هنعمل ايه؟ هنغسل السمك ده غسله حلوه، هنصفيه بالمصفى. ثواني يا عمر. حيه ايه يا عمر؟ ده متلجه. السمكه دي بيصيدوها من البحر الاحمر، يعني استحاله تجيلنا حيه، بتجيلنا مجمده. مبسوط انت بالقعده كده؟ مبسوط. قولوا بتاع النور ربنا يسامحك على الحر اللي احنا فيه ده. بيختاروا الوقت المظبوط ساعة الظهرية بالظبط عشان نفرفر من الحر. هنغسل السمك ونتومه وناخد حاجتنا ونطلع فوق في السطوح. تابعونا وخليكم معانا. وهنا خلصت الحاجة وجهزت كله. خدت السمك وخدت الدقيق والرز بعد ما غسلته والملح والزيت وكل اللي انا هحتاجه. وفوق اللي فوق دماغي ديت كيس مرتبة قديم بتاع والدتي الله يرحمها، هنفرشه على الارض ونقعد عليه. صليته منها كده على النبي ودخلنا نجهز للغدا فوق السطوح. ففرشنا الفرشه كده على الارض. ابو عمر كان طبعا الفيديو اللي فات مخلص وموضب القعده فوق وكانس وعامل فوق تندة، كان مجهز كل حاجه. السمك بتاعنا كان طبعا متوم على الطبيخ على طول، يعني متبل، والمقلايه والطبق وكل حاجه كانت جاهزه معانا، ما عدا الحاجه الوحيده اللي نسيناها، طبق نحط فيه الدقيق. وابو عمر نزل جابه وطلع. ولعنا العين وهنعمل الشعريه ونطبخ الرز بتاعنا، والعين التانية هنعمل عليها السمك بتاعنا. هنقلي عليها السمك طبعا بعد ما نحطه في الدقيق ونرجع نحطه في المقلايه. عايزه اقول لكم ان الشعله دي بهدلتني اخر بهدله. كل شويه تتطفى، كل شويه تتطفى، كل شويه تتطفى. كان يوم بصراحه ما يعلم بالله ربنا مع الشعله دي. وفي حاجه عايزه اقول لكم عليها كمان. احنا لو كنا اتكلنا على الشعله دي احنا كنا كلنا بعدها ب3 4 ايام، لان الشعله دي كانت نارها ضعيفه جدا جدا جدا. انا قعدت وقت كبير جدا ساعه اعمل اللي انا بعمله ده، وفي الاخر وقفت الفيديو ونزلت في البيت تحت، خلصت الرز وخلصت السمك وطلعت اتغدينا فوق انا وابو عمر والولاد. الشعره دي عشان لسه جديده كانت الفونيا بتاعتها يعني ايه نارها واطيه كده. ابو عمر ظبطها لنا فيما بعد ما خلصنا طبعا واتغدينا. ظبط لنا الفونيا بتاعت الشعله وعلها لنا شويه. بس طبعا هي تجربه معقوله، بس الهوا بهدلنا. الهوا كان بيطفي الشعله بتاعتنا اللي هي النار الهاديه دي. ويلا نجربها مره تانية بقى ان شاء الله، بس ما يكونش فيها هوا كده، نكون ظبطنا القعده بتاعتنا اكتر من كده. شوفوا ضحكت عليكم، انا عملت نفسي ان انا بجهز فوق السطح ونزلت تحت وولعت على الرز. الزيت مش بيسخن، الزيت قاعد مده، وكل ما يجي حبه هوا يطفي الشعله، كل ما يجي حبه هوا يطفي الشعله. بس وحطيت السمك في الدقيق زي ما قلت لكم، وقليته فوق. كنت عامله السردين متبلاه ومجهزه عندي برطمان صغير هنا فيه خل وتوم وخلطه علشان احط على السمك بعد ما يتقلي. بس يعني برضو النار شغلتنا والهوا شغلنا كده، ما ظبطتش معانا المره دي. تعبنا شويه صح المره دي، بس ان شاء الله نتعوض المره الجايه. شايفين كل شويه هوا. قلت لهم والله ما انتوا هتتغدوا النهارده في يومكم، لو فضلنا معتمدين عليها. ونزلنا تحت طبخنا في البيت. يعني احنا ما طبخناش فوق السطوح، احنا عملنا البدايه بس. نزلنا تحت في البيت طبخنا وجهزنا حاجتنا وخدنا اكلنا كله جاهز فوق السطح واتغدينا فوق. طبعا كانت قاعده جميله ساعه الغدا. وهنشوف الوقت الاكل بعد ما جهز وخدناه وطلع انا وابو عمر. خلصنا خلاص العركه بتاعتنا والمشوار الطويل والانبوبه والطلع فوق وننزل بحاجتنا وطالعين نازلين وناقص كذا وناقص كذا. توبه خلاص احنا نتغدى. لا بس هو عشان اول مره، لا تعبنا محمد والله بجد. معلش هي تبينا اول مره الشعله دوختنا، بس ظبطناها يعني الحمد لله. الشعله كانت مريضه نفسيا وابو عمر عالجها. خلصنا الرز بالشعريه. احنا لو كنا طبخنا على الشعله كنا قعدنا 3 ايام نطبخ. شوف السردين ديت احنا سيبناه في راس البر وجينا هنا، وام عمر راحت جابته لنا من هنا السمك والله قشطه ابيض. بصوا شوفوا يا جماعه تخن ازاي.
واحنا انا اساسا فرحانه جدا استنى بالسردين. يا في سمك تاني. في سمك تاني غير هي السردين. عملت النهارده اللي هي البلاميطه والسردين. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ادعمونا يا شباب قول لهم سلام يلا. سلام. سلام.